السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة. اليوم سنسلط الضوء على المباراة المرتقبة بين منتخبنا الوطني المغرب ومنتخب ليسوتو. هذه المباراة ليست مجرد مواجهة في التصفيات، بل فرصة حقيقية لتحليل الأداء، استغلال نقاط القوة وتفادي الأخطاء التي وقعنا فيها في المباراة السابقة أمام نفس الخصم. كما سنتحدث عن التشكيلة المتوقعة والتحديات التي قد نواجهها. فلننطلق معا في التحليل العميق. عندما نتحدث عن منتخب ليسوتو فنحن لا نتحدث عن منتخب من الصف الأول في إفريقيا، ولكن هذا لا يعني التقليل من قدرتهم. في المباراة السابقة كاد هذا المنتخب أن يضعنا في موقف محرج. كانت هناك أخطاء تكتيكية واضحة، وظهر منتخبنا المغرب وكأنه استهان بالمباراة. المشكلة هنا ليست فقط في الخصم، بل كيفية التعامل مع هذه المنتخبات، خاصة أن مثلها قد تظهر أمامنا في الأدوار الإقصائية لكأس الأمم الإفريقية. وكما تعلمون نحن كبلد مضيف نتواجد في المجموعة الأولى، ما يعني مواجهة محتملة مع أحد أفضل المنتخبات الحاصلة على أفضل ثالث. لذلك مباراة الغد تمثل فرصة لتصحيح المسار وإظهار جاهزية المنتخب المغربي. قبل أن نتحدث عن المباراة القادمة علينا أن نتوقف عند أرقام اللقاء السابق أمام ليسوتو ونستعرض الأخطاء التي وقعنا فيها. بالنسبة للتمريرات، منتخبنا المغربي كان لديه 643 تمريرة صحيحة بنسبة دقة وصلت إلى 90%. رقم جيد نظريا، ولكن ماذا عن الفاعلية؟ بالنسبة للتسديدات، على الرغم من السيطرة إلا أن عدد التسديدات المؤطرة كان ضعيفا جدا، لم نسجل سوى هدف واحد. نمر إلى الركنيات. حصل المنتخب المغربي على 11 ركنية كاملة، ولم نستغل أي وحدة منها لتسجيل هدف. هذا مؤشر على ضعف الاستفادة من الكرات الثابتة، رغم أنها سلاح مهم في هذه المباراة. أما بالنسبة للأخطاء فقد ارتكبنا 22 خطأ، بينما حصل الخصم على 7 أخطاء فقط. هذه الأرقام تظهر ضعف التركيز أحيانا. من خلال متابعتنا الأخيرة يمكننا نستخلص نقاط القوة التي علينا البناء عليها. أولا، الكرة الثابتة. منتخبنا بدأ يظهر تحسنا في التعامل مع الكرات الثابتة، لكننا بحاجة إلى تطوير هذا الجانب أكثر، خاصة في الركلات الركنية. نمر إلى تنويع الهجمات. يجب أن نبتعد عن التمركز في أسلوب واحد للهجوم. على سبيل المثال استغلال الأطراف بشكل أفضل مع التركيز على التسديد من خارج المنطقة. ثالثا، تثبيت الانسجام الدفاعي. لدى المنتخب المغربي فرصة ذهبية لتعزيز الانسجام بين نايف أجرد وجمال حرقاس، فهما ثنائيان يمكن أن يشكل خط دفاعا صلبا إذا نال الفرص الكاملة. نتوقع أن يعتمد المدرب وليد الركراكي على تشكيلة تمزج بين اللاعبين الأساسيين وبعض البدلاء، مع غياب النجم أشرف حكيمي بسبب التزامه مع باريس سان جيرمان. فقد نرى نصير المزراوي في مركز الظهير الأيمن، وهو لاعب متمرس في الدوري الإنجليزي ويستطيع تقديم أداء جيد. في الجهة اليسرى قد يمنح المدرب الفرصة لأدم ماسنا لإثبات نفسه. أما في قلب الدفاع فالأمل معقود على استمرار الثنائي نايف أجرد وجمال حرقاس لبناء مزيد من الانسجام. في خط الوسط سيبقى سفيان أمرابط محوريا في إدارة العمليات مع دعم من عز الدين أناحي، بينما في الهجوم ننتظر مشاركة الزلزولي ودياز، مع إمكانية منح الفرصة لسفيان رحيمي الذي أظهر إمكانية جيدة مؤخرا. أحد المواضيع المثيرة التي طرحت مؤخرا هو التعاون بين الجامعة الملكية المغربية وإدارة نادي باريس سان جيرمان، حيث هناك بقاء حكيم مع باريس سان جيرمان لتجهيز مباراة صعبة في دوري الأبطال. فهذه خطوة إيجابية على مستوى العلاقات بين النادي باريس سان جيرمان والجامعة الملكية المغربية، لكن يجب أن يكون هناك توازن بين مصلحة النادي ومصلحة المنتخب. نحن بحاجة إلى احترام أكبر لبرامجنا، أي لبرامج منتخبنا المغربي، خاصة في البطولات الكبرى، وهذا يتطلب تطوير سياسة واضحة للتنسيق بين الأطراف. فأمام المنتخب المغربي فرصة كبيرة لتحقيق فوز مريح وتقديم أداء يطمئن الجمهور، لكن لتحقيق ذلك علينا أولا فرض أسلوبنا. يعني يجب أن يكون المنتخب هو الطرف المسيطر ويظهر قدرته على الاستحواذ واستخلاص الفرص. أيضا لا يجب عدم الاستهانة بالخصم، فلا مجال لتكرار الأخطاء السابقة. البداية يجب أن تكون بالتشكيلة الأساسية مع منح البدلاء فرصة تدريجية في الشوط الثاني. أيضا التركيز على الفاعلية الهجومية.
يعني استغلال الركنيات والكرة الثابتة بشكل أفضل سيكون مفتاح للفوز في هذه المباراة. وفي الأخير ندعوكم جميعا لدعم منتخبنا الوطني ليس فقط بالمساندة في المدرجات بل أيضا بالنقاش البناء حول الأداء والتشكيلة. أخبرونا في التعليقات ما هي توقعاتكم لتشكيلة الغد أو عفوا اليوم، وكيف ترون أداء الفريق بدون حكيمي. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لدعمنا لنستمر في تقديم المزيد من التحليلات. نراكم في تحليل ما بعد المباراة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.